رسميا امام عاشور اهلاوي لمده 5 سنوات. تاني حاجه معانا وهي اكتمال خط بارليه في النادي الاهلي. واخر حاجه معانا وهي امام في الجزيره والشياط في 100 عقبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناه واضغط لنا لايك تمام للفيديو ونخش في الموضوع على طول. اول حاجه معانا وهي بعيده ان صفقه امام عاشور تعتبر مش من نادي الزمالك وانا شريكه نادي اهلي من نادي ميتلاند او يعتبر شريك من نادي اوروبي، ومش ذنبي انك انت بعته للنادي الاوروبي ولما هو ما رضيش يكمل مع النادي الاوروبي انت قعدت تتفاوض معاه ما رضيش يكمل معاك التفاوض ودمع الدمعتين. بس الدمعتين دول الدمعتين اللي نزلهم لك في الصوره دول سبحان الله بيترد لك نفس الالم. لما احنا اتكلمنا عن عبد الله السعيد وقلنا ان عبد الله عايز يكمل في الاهلي وجهش بالبكاء، قعدتوا مسكتوا الكلمه دي ان عبد الله دايما اجهش بالبكاء. كل الزملكاويه وكل السوشيال ميديا على نادي الزمالك مسكت الكلمتين دول وقعدوا يتريقوا بيها. اهو فعلا بقى الراجل ده صوت وصوره قدامنا اجهش بالبكاء وعيط قدامك وعمل عليك دموع التماسيح. هو رافض ان هو يقعد مع الانسان اللي قدامه ده اللي دايما عارف ان هو راجل سليط اللسان وانه ما بيقبلش الكرامه، يعني ما بيعليش كرامه اي حد جوه نادي الزمالك ايا كان الا هو شخصيا. هو عايز المصلحه الاولى والاخيره ليه هو شخصيا. فحتى لو امام عاشور جاي النادي الاهلي من نادي الزمالك انا واحد من الناس ما عنديش مشكله. مرتضى طلع قبل كده ايام تركي آل شيخ طلع وعمل نفسه ذكر على النادي الاهلي لما مضى عبد الله السعيد الصوره ام 40 مليون جنيه اللي كلنا عارفينها، وبعدها خد بنات الطايره من النادي الاهلي وعمل بيهم تاريخ لنادي الزمالك. من هنا الحرب بدات، انك انت ازاي تقدر تحط ايدك في بيتي. فما تزعلش بقى انت بعد كده لما انا اجي اقلعك هدومك وبالبلدي كده، خلينا نتكلم بالبلدي كده، واقدر اعريك قدام الناس وقدام جمهورك وقدام الناس كلها، لانك انت مش حمل الاهلي ومش حمل ادارته ومش حمل جمهوره. يعني بالبلدي كده انت راجل عرفت تحضر العفريت لازم تعرف تصرفه، ما عرفتش تصرفه اهو مسح بيك وبكرامتك البلاط وقد كان. صفقه امام عاشور، صفقه امام هي الرد الحقيقي والموضوعي على صوره عبد الله السعيد. صفقه امام خلت جمهور المنافس قادر يعترف بمبادئ الاهلي وبعظمه افضل رئيس نادي في تاريخ الانديه كلها وهو الراحل صالح سليم. صفقة إمام أثبتت للكل إن اللعيبة بتنضم للنادي الأهلي عشان عظمة كيان النادي الأهلي مش عشان الفلوس زي ما جمهور الزمالك قبل كده كان بيسوق وإعلام وهزاز رؤوس نادي الزمالك كانوا بيسوقوا قبل كده. والدليل إن إمام عاشور اتنازل عن مستحقاته أو عن بعض مستحقاته مع نادي ميتلاند الدنماركي ورفض عرض بيراميدز اللي يعتبر أعلى من عرض النادي الأهلي، لأن عرض بيراميدز كان وصل ل 20 مليون، ورفض عرض الزمالك اللي أصلا ما تناقش معاه. يعني الزمالك قال له شوف أنت عايز تقعد معانا ونقدر نعلي لك نديك اللي أنت تستحقه كأفضل لاعب في نص خط نص في مصر. هو رفض اصلا مبدا ان هو يقعد مع نادي الزمالك. كل ده رفضه ليه؟ علشان يلبس تيشيرت النادي الاهلي. صفقه امام يعتبر اهم قلم خده نادي الزمالك في تاريخ الانتقالات بين النادي الاهلي وبين الزمالك بعد قلم برضه رضا عبد العال. صفقة إمام كشفت إن الزملكاوية بيشجعوا ناديهم كرها في الأهلي مش حبا في الزمالك. صفقة إمام خلت كل الزملكاوية مرعوبين مليون مرة ومش على بعضهم، لأن هم خايفين على فتوح وأحمد سيد زيزو، هيعيشوا طول عمرهم خايفين على أي نجم يظهر في فريق نادي الزمالك خوفا من انتقاله للنادي الأهلي. صفقة إمام هتخلي أي إدارة تمسك نادي الزمالك تفكر مليون مرة قبل ما تفكر تفاوض أي لعيب لابس تيشيرت الأهلي. صفقة إمام كسرت الزمالك والزملكاوية أكتر من القضية بتاعة قفشة، أغلبهم حاليا فاق وعرف إن الزمالك يعتبر فريق فاضي وعلى الفاضي وعايش على الصيت ولا الغنى. صفقة إمام تعتبر عاملة زي ما يكون واحد قفش حرامي في بيته وسابه يسرق حاجة ملهاش أي لازمة وبعدها رجع بيته لقاه على البلاط واكتشف إن صاحب البيت هو اللي كان عامل له كمين مش العكس. بعد انضمام إمام عاشور رسميا للنادي الأهلي أنت متخيل حاليا إنك أنت مستحوذ على أفضل خط وسط في القارة الأفريقية كلها، ولعيبه تشيلك لمده سنين قدام كتير. يعني لعيبه تشيلك لسنين قدام كتير جدا. عندك ثلاثي خط الوسط كل واحد فيهم بروفايل مختلف عن التاني وكواليتي مختلف عن التاني وبيقدم او بيخدم على شغل التاني. حاجه كده عامله زي سلاح الدفاع الجوي المصري من اعقد منظومات العالم. عندك انت لما تيجي تتكلم عن خط الوسط عندك انطلاقات ديانج والدريبلينج اللي بيقدر يعمله بالكوره وبيقدر يقطع المساحات كويس وبيقدر يقطع مساحات مهوله بالكوره. لو خد الكوره في رجله وانطلق بسرعته بالدريبلينج اللي بيعرف يعمله بالكوره بينقل الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بشكل كبير جدا. تخيل لما واحد زي ده يطلع ووراه واحد زي مروان عطيه يغطي. يعني مروان عطيه ده يا جماعه يعني حاجه كده ايه
جوهره او الماظه كده في نص الملعب. الراجل الملقب بمفسد الهجمات وهادم اللذات والمستحوذ الاول والاخير على الكرات في نص الملعب. تخيل بقى الاتنين دول لما يكونوا بيلعبوا ومعاهم امام عاشور. وما ادراك ما امام عاشور؟ يعني امام عاشور يعني سن صغير، يعني مهاره، يعني باور، يعني تسديد، يعني جوكر في اكتر من مركز. يقدر يخدم عليك، رجله حلوه على الجون، يقدر يلعب معاك وينج، يقدر يلعب معاك سيرد باك، تقدر تلعبه في اي مكان. كان بيلعب في المنتخب المصري، كان بيلعب باك ليفت، باك رايت، كان بيلعب باك رايت في المنتخب المصري، وقدر يلعب ماتش كويس جدا جدا جدا. امام عاشور جوكر، وزي بالظبط ايه، زي حمدي فتحي. تقدر تلعب بيه قلب دفاع، تقدر تلعب بيه ساقط ليبرو في نص الملعب، تقدر تلعب بيه لقدام. كان دايما بيروح يجيب اجوان مع النادي الاهلي. يعني حاجه كده تعرف تخدم معاك. امام عاشور لو طلع لقدام ووراه ديانج ووراهم مروان عطيه، كل سنه وانت طيب. الملخص حاليا بالنسبه لخط نص النادي الاهلي، ان خط نص النادي الاهلي حاليا يعتبر من افضل خط النص في تاريخ مصر. مش في تاريخ النادي الاهلي، ومش بس النادي الاهلي، لا، في تاريخ مصر. وده بيدي اريحيه وبيدي افضليه كاسحه على اي منافس هتلعب قدامه، وبيدي اريحيه اكتر لكولر ان هو يقدر ينفذ الخطه بتاعته واستراتيجيته في ارض الملعب. هو بس كولر عايز واحد في خط الوسط، واحد في قلب الدفاع، ويعتبر مدافع، يعني مدافع يكون تقيل شويه لان محمود متولي كتير الاصابات، وعايز مهاجم اجنبي. وكل سنه وانت طيب، شمعت القاره الافريقيه كلها. كلمتين بقى كده بيني وبين الزملكاويه، او بيني وبين الناس اللي زعلانه وبتصيح، لان الصياح بصراحه يا جماعه، الصياح والشياط مبهدل الدنيا، والجو حر. الموضوع مش ناقص، يعني الموضوع مش ناقص. الرطوبه شديده والجو نار بقالنا 3 ايام، والموضوع فاق الخيال. الحلقه دي بتتصور يوم الثلاث بالليل. قناه الزمالك دلوقتي لسه مخلصين البرنامج. الموضوع عندهم صياح رهيب، صياح رهيب. امام عاشور اللي مش عارف شتم مين، امام عاشور اللي مش عارف عمل ايه، امام عاشور مش عارف عمل ايه. مع ان كان في فيديو لخالد الغندور وهو بيسالهم مين احسن خط نص في مصر، قالوا له امام عاشور. اصبح امام عاشور دلوقتي نقمه، وان هو مش لعيب، وان هو يعني اهان اسم اللاعب المصري في الدنمارك، لان هو راح هناك وما عادش اكتر من شهرين 3 وما لعبش وما اثبتش نفسه ورجع النادي الاهلي. انت زعلان ليه؟ انت اللي بقيت امام عاشور بايديك. انت عندك السرطان او المرض ذات نفسه اللي هيطفش لعيبتك كلها. مرتضى منصور بدأ بيعاير اللعيبه. يا جماعه في اكتر من ان لعيب تعبان، او لعيب ما حضرش تمرين، او ما حضرش الماتش وخرج من القايمه، انت طلعت قلت عليه بيشرب مخدرات وكان سهران مع نسوان. يا جماعه الموضوع عدى حدود المنطق. عشان بس ما حدش يتكلم، اللعيب ده طلع بره النادي الزمالك ليه؟ لازم يطلع بره نادي الزمالك. لعيب هيروح يلعب في نادي اولا هيقدره ماديا، وبعيد عن موضوع ماديا ده يا جماعه، الموضوع ما فيهوش اهانه هنا. بالنسبه للنادي الاهلي ما فيش اهانه، ما فيش شتيمه بالاب، ما فيش شتيمه بالام، ما فيش معايره. لعبت كويس، لعبت ما لعبتش كويس، هتفضل قاعد على الدكه في اخر الموسم. اطلع بره، شوف لك عقد احتراف، شوف عايز تطلع اعاره، عايز مش عارف اي حاجه. لكن ان انا اذكر اسمك او اذكر اسم والدتك او اقول اسم ابوه او اهينك بابشع الالفاظ زي ما مرتضى بيعمل، يا جماعه مرتضى ده نقمه من نقم الكوره في مصر. يعني اقسم بالله الموضوع عدى حدود الخيال والمنطق. والطبيعي ان اي لعيب بيفهم، اي لعيب بيفهم مش هيبقى موجود حاليا في السكواد بتاع نادي الزمالك. لان حتى لو هو اجاد ولعب كويس، هو مش ضامن ان هو ياخد فلوسه. كل الكوارث اللي فيها الزمالك بسبب مرتضى منصور. حتى يعني هيطلع، هو بيقول ان هو عامل مؤتمر صحفي يوم الخميس، هيطلع اول حاجه يتكلم عن صفقه امام عاشور. امام عاشور اللي كان بيعيط، امام عاشور مش عارف ايه، الخاين، العميل. طب خاين وعميل؟ ما انت اللي بدات، انت اللي بدات مع عبد الله السعيد، وخدت عبد الله السعيد كيدا في النادي الاهلي، كيدا في النادي الاهلي. مش خدته عشان انت عايزه، انت خدته عشان تكيد النادي الاهلي، وفضلت ماشي بملف قد كده، وطلعت مع احمد موسى، ودي الصفقه اللي انا جبتها، ودي الصفقه اللي مش عارف ايه، وديك في الاخر بتجني ثمار كل اللي انت عملته. مشاكل الحجز على نادي الزمالك بسبب مين؟ مرتضى لو مشي من نادي الزمالك الحجز هيتفك على نادي الزمالك، ممدوح عباس هيفك الحجز. اغلب مشاكل نادي الزمالك بسبب مرتضى منصور. جماعه نادي الزمالك يمر باسوا مرحله في تاريخه، وحق جمهور نادي الزمالك يزعل، لكن مش حق جمهور نادي الزمالك انه يتريق على واحد زي امام عاشور. بغض النظر عن امام عاشور، عن صالح سليم والكلام من ده، له مليون رد وله مليون كلام. الكوره دلوقتي بيزنس، الكوره حاليا بيزنس. انا هدفع فلوس اللي يفيدني. ما عادش فيه بقى لا تقول لي بقى نادي الوطنيه والكرامه
ولا نادي مش عارف ايه، ولا نادي القيم والمبادئ. نادي الوطنيه والكرامه، لو جيت تتكلم عن نادي الوطنيه والكرامه ابسط حاجه دلوقتي مرتضى واحمد حسام ميدو، حاليا سمنه على عسل. مش دول اللي كانوا بيتكلموا عن الخرابات بتاعت اوروبا؟ مرتضى وشيكابالا. مش دول اللي كانوا شاتمين بعض بالاب والام؟ مرتضى ومش عارف ومين وباتشيكو. مش ده اللي هرب ورجعته تاني؟ فيريرا مش سبك ومشي ورجعته تاني؟ لا في وطنيه ولا في كرامه ولا في مبادئ ولا في قيم ولا في الكلام من ده. انت بتدفع فلوس في اللي هيخدمك واللي هيحقق لك التارجت بتاعك او هيحقق لك هدفك. بيزنس از بيزنس. الكوره دلوقتي كلها فلوس، وانك انت تجيب المطلوب علشان يحقق لك المراد بس. غير كده ما تتكلمش، غير كده ما تصحش، لان موضوع الصياح بالنسبه للاخوه الزملكاويه فاق كل الحدود، وبصراحه عندهم حق. بس كده يا صديقي العزيز، ان شاء الله في حلقه بكره بعد التتويج الاهلي رسميا بعد ماتش حرس الحدود بالدوري، وان شاء الله مزيدا من البطولات بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمحمود الخطيب ومرتضى منصور. كل ما مرتضى يفكر في حاجه محمود الخطيب يشمع الفتله ويديله. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. قلنا رايك في التعليقات عن انضمام صفقه امام عاشور واكتمال خط بارليف النادي الاهلي. ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك.